نرحب بكم رفيقات من المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية والتنظيمات النسوية باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ونعبر عن عمق امتناننا لمشاركتكن في هذا الملتقى الذي يجتمع فيه صوت النساء وفكرهن وإرادتهن الحرة لبحث قضية العنف ضد المرأة وسبل إنهائه. وجودكن اليوم هو تأكيد على قوة المرأة ووعيها ومسؤولياتها التاريخية في بناء مجتمع ديمقراطي حر يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات. شكرا لكل امرأة تحمل فكرا، ولكل ناشطة تحمل رسالة، ولكل أم تحمل حلما بمستقبل أفضل لبناتها. ندعو جميع الحاضرات الوقوف إلى دقيقة صمت إجلالا أي شهيد أي شهيد أي شهيد أي شهيد تناضل يا شهيد يا شهيد يا شهيد خالد لن تمت خالد لن تمت. وكما يشرفني ويطيب لي أن أتحدث اليوم عن أهمية انعقاد هذا المنتدى في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نستذكره اليوم، ونؤكد بأنه لم يمر وقت طويل على تضافر وتوحيد جهود المرأة في العالم ليتم الإعلان عنه والاعتماد عليه من قبل جمعية الأمم المتحدة كيوما عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تعتبر قضيتها مبادئ سامية وأهداف أساسية نحو بناء مجتمع ديمقراطي يولد فيه جميع الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق والحريات المشروعة، ومن خلالها يمكن لكل امرأة في العالم المطالبة بهذه الحقوق بغض النظر عن القومية والانتماء والدين والمعتقد الذي تكون عليه. فاليوم سنحت لنا الفرصة لنجتمع جميعا لنسلط الضوء على قضايا ومسائل مهمة وعميقة متعلقة بشؤون وحقوق المرأة والانتهاكات القانونية والسياسية والاجتماعية بحقها، سواء إن كان في سوريا والشرق الأوسط أو في جميع بلدان العالم التي تواجه وبشكل يومي تحديات قاسية وعقبات كثيرة في كيفية الحفاظ على هذه الحقوق وتنميتها في كافة مجالات الحياة. ومن أجل ذلك لا تزال انتفاضة النساء مستمرة إلى يومنا هذا وعلى نهج وفلسفة جينجيان آزادي. أحسن نطلع سوا.
طريق الرفيقة جيان الحسين. صباح الخير. تحية لكافة الرفيقات الموجودات. سنحاول من خلال سرد هذا المحور تاريخ العنف أن نسهم في إيصال واقع العنف في العالم وأشكاله وأساليبه وأيضا الحلول التي سنطرحها في الآخر. مهم جدا طرح هذا المحور في هذه الآونة بالذات، لأننا نشهد الآن موجة العنف أيضا ضد النساء، سواء كان على المستوى العالمي أو الإقليمي، ولكن على المستوى السوري بشكل خاص من خلال الانتهاكات التي ترتكب بحقها الآن. تاريخ وواقع العنف في العالم. عند بحثنا في المجتمع الطبيعي نجد بأن الآلهة الأم استطاعت بجدارة أن تدير المجتمع وتقوده في جميع جوانب الحياة تحت مبدأ الكل أو لا شيء، في جو من التعايش السلمي والحب والمساواة بين جميع الأفراد دون حقد أو عداوة في نمط حياة الكيلان، وبالرغم من مقاومتها للحفاظ على مجتمعها وعدم ضياعه، إلا أن الرجل استطاع بدهائه ومكره أن يسلبها ألوهيتها ومكانتها المقدسة تدريجيا ويفرض عليها قيودا كثيرا، وبدأ باللجوء إلى العنف في التعامل مع المرأة، ويتجسد هذا العنف بأشكال متعددة من السلوك والأفعال الفردية والجماعية اتجاه المرأة، والتي تلحق ضررا بها وتقلل من شأنها وقدرها في المجتمع. تعريف العنف هو الاستخدام المتعمد للقوة البدنية أو القدرة، سواء بالتهديد أو بالفعل، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة أو الأذى النفسي أو سوء النمو أو الحرمان. العنف ضد المرأة ليس مجرد فعل يمارس أو حادثة عابرة، بل هو حالة اغتراب عميقة تصيب وجود الإنسانية بأسره، فهو اغتراب عن الذات حين تفقد المرأة صلتها بجوهرها الإنساني، واغتراب عن الآخر حين ينظر إلى الشريك كشريك حياة أو خصم محتمل، واغتراب عن الطبيعة حين يتحول الانسجام إلى السيطرة والانفتاح على العالم إلى أحكام قبضته. العنف ضد المرأة ليس وليد اللحظة، بل هو ميراث ثقافي وتاريخي ثقيل. لقد تحولت الشراكة الأصيلة بين البشر إلى ملكية وسيطرة، وصارت المرأة الضحية الأولى للانفصال عن القيم الإنسانية الأساسية. هذه الهيمنة على المرأة ليست نموذجا جزئيا، بل نموذج لكل أشكال القمع والعنف، بل يشمل التقاليد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعيد إنتاج الخضوع عبر الأجيال، إعادة اكتشاف الشراكة الأصيلة، سرديات بديلة تروي قصص الانفصال والاتصال، ومشاريع المصالحة التاريخية بين الجنسين تشكل أدوات أساسية لفهم جذور العنف ومقاومته بشكل مستدام. تحرير الوعي يصبح المدخل الأساسي لأي تغيير، فمقاومة العنف ليست مجرد مواجهة مادية، بل هي مقاومة فكرية وروحية تتطلب برامج فلسفية وقراءة التاريخ من منظور الشراكة وتفكيك لغات الهيمنة في الخطاب الأممي. عبد الله أوجلان إلى المرأة على أنها مفتاح الحرية والمساواة، ويرى أن تحررها هو جوهر أي نضال حقيقي، ويصفها بأنها طاقة متجددة للحياة، ويرى أن تحرر المرأة حجر الأساس لتحرر المجتمع، ويصفها بأنها الطبقة الاجتماعية الأولى التي استعبدت والمستعمرة الأولى في التاريخ. كانت عبودية المرأة قبل الطبقات والاقتصاد. بالنسبة لي حرية المرأة أهم من أي شيء آخر، والمرأة الأكثر جمالا هي المرأة التي تعيش بحرية وتستند إلى إيديولوجية وعمل منظم. وفي 8/3/1998 أهدى القائد آبو أثمن هدية للنساء، وهي إيديولوجية تحرير المرأة. والآن مع المحور الثاني تلقيه الرفيقة ريما بركات، وهو العنف ضد المرأة حسب الاتفاقيات والقرارات الدولية. تفضلي. يعتبر العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة متجذرة في التاريخ الإنساني، ارتبطت بعدم المساواة بين الجنسين، وتطورت عبر العصور من ممارسات اجتماعية وثقافية إلى قضية حقوقية عالمية تناقش في القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقد عرف العنف ضد المرأة بأنه أي سلوك عنيف أو فعل يقوم على أساس الجنس، أي أنه يمارس ضدها بسبب كونها امرأة، ويؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي بها، بما في ذلك التهديد أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء في الحياة الخاصة أو العامة. وقد وصفته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وله عواقب جسدية ونفسية خطيرة قصيرة وطويلة الأجل بمختلف أشكاله التي تصنف بين العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والقانوني أو المؤسسي والعنف السياسي والعنف الرقمي. ولعل أكثر أشكال هذا العنف متمثل بالعنف الجسدي من إيذاء بدني واعتداء جنسي والتعذيب والمعاملة القاسية والحرمان للعلاج أو الإيذاء والحبس أو التقييد الجسدي والضرب والقتل، وانتشارها على نطاق واسع قد أدى إلى تناوله من قبل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بشكل صريح وعلى السواء باعتباره جريمة وانتهاكا بحقوق الإنسان، حيث نص إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 بأن العنف الجسدي ويشمل الضرب والإيذاء البدني والتعذيب والاعتداء الجنسي، وميز بين 3 حالات: العنف البدني والجنسي والنفسي في الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على الأطفال الإناث بالمنزل، والعنف المتعلق بالمهر واغتصاب الزوجة وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، والعنف الغير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال. 2. حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وفي أي مكان آخر، والإتجار بالنساء والبغاء القسري. 3. تغاضي الدولة أو ارتكابها للعنف البدني والجنسي والنفسي أينما وقع. ومع تطور منظومة حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية وتصاعد الوعي العالمي بحقوق المرأة وضغوط الحركات النسوية واستجابة لحاجة المجتمع الدولي إلى إطار قانوني شامل يضمن المساواة بين الجنسين ويعالج أوجه التمييز المستمرة ضد النساء، وكذلك الحاجة إلى أداة قانونية دولية ملزمة تعالج جميع أشكال التمييز ضد المرأة وليس فقط الجوانب الجزئية، وإدراك المجتمع الدولي أن المساواة الشكلية للدساتير لا تكفي، بل يجب إلزام الدول بتغيير القوانين والممارسات التمييزية، وكذلك تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة والاعتراف بأن التمييز ضدها يعيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. اليوم نذكر رسائل القائد اللي قدمها خلال هذه السنة بعد نداء السلام للمرأة، خاصة بالثامن من آذار، و30/5 قدم رسالته لأكاديمية الجيولوجيا، وقدم رسالة ب25/11 للعنف ضد المرأة. القائد ذكر طبعا انه بدايه دخوله امرلي كان مشروع غير منتهي كايديولوجيه تحرر المراه، وخاصه اطلاقه ب 2008 لعلم الجينولوجي اللي هو يخلي النساء بشكل عام يعرفن انه الخنجر اللي ينغرس بظهر التاريخ، ودائما يذكر مقوله بوذا هناك خنجر في ظهر المجتمع وهو عبوديه المراه. عبوديه المراه اليوم نحن كنساء ضمن الاداره شمال شرق سوريا قام نشتغل بايديولوجيه القائد عبد الله أوجلان. اليوم نحن قريبين من الكومين اللي القائد اليوم هو يركز عليه كتحرير المجتمع. اليوم نحن الحركات النسويه في اوروبا هي ليش نقول ليش كرجل هو قائد الحركات النسويه الحاليه، فدائما نحن كنساء نشوف حالنا النموذج اللي قدمه عبد الله أوجلان الحي على ارض الواقع. التاريخ نحن نعرف انه انكتب بايد سلطويه او الهيمنه، حتى التاريخ وقت نقرا عن كليوباترا ونفرتيتي كلها انتهت بالقتل او الانتحار. أما اليوم المرأة بشمال وشرق سوريا هي عندها فرصة ذهبية، هي من خلال فكرها وتطبيقها على أرض الواقع والبعد عن الجندرة اللي هي تحدد مجالات عملها ضمن قطاع معين،